لو بتحس بسرحان في الصلاة ومش عارف حلها ايه، فالفيديو ده مخصوص عشانك. انا بسرح كتير وانا بصلي، اعمل ايه؟ اللي بيسرح كتير وهو بيصلي محتاج يعرف اكتر من حاجة. الحاجة الاولانية هو محتاج يعرف السرحان ده جزء من تركيبة البني ادم، ولو بتسرح في حاجة هي من امر الله يرضى عنها ربنا، يبقى سرحانك ده مستوى من مستويات الخشوع، انك انت سرحت في حاجة الله كلفك بيها سبحانه وتعالى. والسرحان ده لما بتجاهد نفسك فيه الله سبحانه وتعالى بيعطيك اجران كما يقول العلماء، اجر الصلاه نفسها واجر مجاهده النفس اللي انت عايز تجيب قلبك من اي حاجه سوى الله. فعمال عارف قلبك يروح كده وانت تجيبه كده، يروح كده وانت تجيبه كده. ساعات انك انت مثلا تصلي في مكان ما فيهوش بهرجه وما فيهوش صوت عادي يساعدك على كده، وده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عشان يعني تبقى عملت اللي عليك في الاخذ بالاسباب انك انت تبقى مع الله. لكن السرحان ده في اشياء الله كلفك بيها زي الشغل، زي تربيه العيال، زي الانترفيو اللي عندك، زي الامتحان اللي وراك، ده جزء من الخشوع كما يقول الامام البخاري، يقول العلماء في اصناف الخشوع، فاطمن انت مقبول ان شاء الله. الكلام اللي قاله استاذ مصطفى حسني ده انا كنت بعيشه. في حديث حلو قوي لسيدنا عثمان ابن عاص، قال ان هو راح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يعني لما كان بيقرا القران او لما كان بيصلي كان بيحس ان هو مش عارف يركز. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فاستعوذ بالله وادفل على يسارك 3 مرات. فسيدنا عثمان قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني. أنا بقى ليا تجربة مع السرحان. كنت بحس إن أنا كل ما باجي بصلي أقول الله أكبر، كل مشاغل الدنيا تيجي في دماغي. فسمعت فيديوهات كتيرة لغاية لما وصلت الحل للسرحان ده، فبقيت قبل ما أصلي أدعي وأقول: اللهم ارزقني التركيز والخشوع في الصلاة، وأقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تالت حاجة ومهمة قوي 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 إنكم تعملوها، إنكم قبل ما تبتدوا الصلاة تبقوا حاطين في دماغكم ايه هي الصور اللي هتصلوا بيها. يعني مثلا انتوا قررتوا ان انتوا هتصلوا دلوقتي صلاة الظهر، هصلي ايه الركعة الاولى في السورة اللي هقراها، وايه هي هتكون الركعة التانية، ايه هي السورة اللي هقراها في الركعة التانية. فابقى مرتباها في دماغي. واعمل حاجة تانية لذيذة، ان انا ابتدي امسك القرآن واشوف الترتيب بتاع السور علشان ما يحصلش حاجة اسمها تنكيس في الصلاة، ان انا اجيب السورة بدل ترتيبها. يعني مثلا عندي سورة العصر 103 بعدها 104 اللي هي سورة الهمزة، ما اقولش الهمزة قبل العصر، ده اسمه تنكيس. ما اجيبش اللي من تحت واقول بعده اللي من فوق اللي قبليها، لا، اقراهم بالترتيب. طب انا مش حافظاهم بالترتيب، كنت بمسك القرآن واشوف العصر الاول وبعد كده سورة الهمزة. بدأت ارتب السور في دماغي قبل ما ادخل اصلي. وفي سور انا مش حافظاها، لما حفظتها بقيت احفظها اكتر وانا في الصلاة، بسبب ان انا بركز قوي انا بقول ايه وبسمع نفسي، وبقيت اتمعن في اللي بقوله وانا بقوله. فبقى بيساعدني في الحفظ وبقى بيساعدني في التركيز في الصلاة، بحيث ان انتوا لما تبقوا بتجيبوا بعد كده السورة اللي بعدها، او مش شرط تكون اللي بعدها على طول زي مثلا العصر والهمزة، لا، ممكن تجيبي مثلا سورة العصر وتقولي بعد كده سورة الفيل. ده كان بيساعدني قوي قوي ان انا اركز في الصلاة بشكل كويس جدا. واللي انا بقوله ده يمشي برضو على الصور الكبيرة، يعني الصور اللي هي زي سورة البقرة مثلا انا بقيت اقراها في الظهر مثلا وفي سنن الظهر، مع ان انت ممكن تقري سورة صغيرة، بس انا بقيت اقول مثلا آية آيتين، صفحة، نص صفحة وانا في الظهر. فبقيت احس ان انا بركز قوي عشان انا حافظة، فعايزة اسمع انا بقول صح ولا لا. الحاجة التانية ان انا عرفت اركز في صلاتي. برضو لو سرحت بدفل على يساري 3 مرات عشان نستعيذ من الشيطان خنزب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منشن بقى لصاحبتك اللي لسه بتسرح في الصلاة، وبس كده.